حياكم الله متابعينا مشاهدينا أينما كنتم، أحييكم أجمل تحية. توج منتخب المغرب بكأس أفريقيا لكرة القدم تحت 17 سنة، ولأول مرة في تاريخه على حساب منتخب مالي. للمزيد عن هذا الحدث الكبير الزميل العزيز المحجوب الزاكي. صباح الخير زميل محجوب وتحياتنا لك. اهلا وسهلا استاذ عمر، وصباح الخير للجميع المتابعين. بالفعل اول مره في تاريخه المنتخب الوطني المغربي لاقل من 17 سنه توج باللقب في ميدانه وفي المملكه المغربيه، وهذا هو ما استمرار للنتائج الايجابيه والانجازات منذ 2022 ابتداء من تحقيق المنتخب المغربي الاول في كاس العالم قطر المركز الرابع، بعد ذلك 2023 المنتخب الاولمبي الذي فاز بكاس افريقيا لاقل من 23 سنه، وبعده مباشره البرونزيه الاولمبياد في باريس، واختتم وليس اخيرا ان شاء الله بحول الله المنتخب المغربي لاقل من 17 سنه اللقب في ميدانه وامام جماهيره. طبعا كما قلت هذه سلسله من النتائج الايجابيه والانجازات نتمناها ان تتواصل ان شاء الله بحول الله بكاس افريقيا للشباب اقل من 20 سنه في مصر مايو القادم ان شاء الله بحول الله، وكذلك في السنه القادمه او مطلع السنه القادمه ان شاء الله 2026 بكاس افريقيا للكبار في المغرب. هي انجازات استاذ عمر كلها تدل على ان كره القدم المغربيه سطرت هذا الانجاز باحرف من ذهب برئاسه السيد فوزي القجاع رئيس الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم، وهي منظور خاص لجميع المغاربه سواء داخل المغرب وخارج المغرب. نتمناها طبعا ان تتواصل الى غايه تنظيم محفل عالمي مثل كاس العالم في 2030 بمشاركات اسبانيا والبرتغال ان شاء الله. شكرا زميل محجوب على هذه الإضاءة الجميلة على منتخب المغرب المميز دائما وصاحب المفاجآت، ونقول ألف ألف مبروك، ولكم أجمل تحية مني أنا عمر شريقي والمحجوب الزاكي.